كسر المصانع، أحرق، قتل، ذبح، نفس الشيء. فقط هذا يحكم والآخر كان يسعى للوصول إلى الحكم. هذا هو الفرق. الفرق ما بين واحد راهو يحكم وتعسف في استعمال السلطة، بينما المتطرفين في التسعينات كانوا يسعون للوصول إلى سدة الحكم، إلى سدة الحكم، لأنهم في القاعدة كانوا يحكموا. البلديات كانت تحت سيطرتهم، المجالس الولائية كانت تحت سيطرتهم. لهذا السبب كانت عندهم قوة، كانت عندهم قوة في القاعدة، قدروا يخربوا الاقتصاد، قدروا يحطموا. لأنه من بين وسائل تخريب الاقتصاد هي ما يسمى بأسواق الرحمة. استعملوا الدين، الرحمة والمغفرة وربي والرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا لضرب الاقتصاد. لأنه من الغباء أنه رئيس بلدية يسمح التجار يقول لهم روحوا بيعوا في الأرصفة بدون سجل تجاري، وبدون دفع الضرائب، وبدون دفع حتى الكهرباء، وبدون دفع الماء. لأنه الماء تاع البلدية، كهرباء تاع البلدية، ريجيست كوميرس ما عندوش، لي زامبو ما عندوش والو. وش عنده ورقة بيضاء مسنلو فيها المير يسمح لفلان فلان فلان مش عارف أنا تنظيم بسطة، طابلة وبراكة وبيع وش تحب. هذا الأمر يضر الاقتصاد، لأن البلدية تعتمد على ضرائب، تعتمد على دفع الكهرباء، الماء، النظافة. هذا هو المداخل تاع البلدية. انت كي تقول للناس روح ديروا واش تحبوا ما تخلصش، ضرب الاقتصاد، ضرب الاقتصاد. بالإضافة إلى ما حدث في وقت الإرهاب، حرق والتخريب والدنيا اللي واخده. في 2019 الغباء الاصطناعي نفس الشيء، قرارات غبية وجاهلة وانتحارية. سكر المصانع، دخلوا الحبس، نحي كذا، دير كذا دير كذا. الحكومات التي جاءت بعد 2019 تورطت توريطة كحلة. وانا قلت لكم تبون ورث تركة فاسدة وقرارات غبية وما قدرش يتصرف بصراحة. يعني ما لا يملك الشجاعة، على الأقل في العهدة الأولى. ممكن إذا راح العهدة الثانية بالك ما عنده ما يخسر، يقول لك هيا ناخذ قرارات. لكن في العهدة هذه الأولى بصراحة لم يملك الشجاعة لاتخاذ القرار ويقول هذه القرارات غالطة، والشيء هذا غير مقبول، يضر بالاقتصاد ويضر بالأمن القومي ويضر بالأجيال القادمة. لأنه مثل ما قلت لكم أكثر من مرة أنه هذا الأحقاد سيدفع ثمنها أبنائنا وأحفادنا. احنا ممكن ما نوصلوا لهاش، لكن على 10 15 20 30 سنة يدفعوا ثمنها أبنائنا وأحفادنا، للأسف الشديد، للأسف الشديد.